في الفيديو ده أنا جاي أرد على تعليق مكرر دايما بيجيلي على كل فيديو بنزله عندي على قناة متعلق ب النماذج الأوبن سورس أو النماذج مفتوحة المصدر، مثلا زي ديب سيك أو كوين أو غيره. ولو مش فاهم، النماذج مفتوحة المصدر دي اللي أنت بتقدر تحملها عندك على جهازك الشخصي إذا كان الكمبيوتر أو اللابتوب بتاعك أو حتى التليفون. والسؤال ده يا سيدي دايما بيجي وبيقول ايه مواصفات التشغيل الخاصه بالنموذج ده عشان احنا نقدر نشغله عندنا على الجهاز. فانا النهارده ان شاء الله جاي ارد على النقطه دي واقول لك ان انت ازاي تقدر تبحث بنفسك، لان انا في بعض الاحيان بنسى ان انا اذكر اساسا مواصفات التشغيل، وفي بعض الاحيان النموذج اساسا ما بيحتاجش مواصفات تشغيل، كون ان هو يقدر يشتغل على اي حاجه حتى لو ثلاجه. الموضوع سهل جدا. طيب، انت بقى ازاي تقدر تعرف مواصفات التشغيل، وايه اساسا العوامل اللي انت من خلالها تقدر تعرف النموذج ده هيشتغل عندك على مواصفات التشغيل بتاعك ولا لا؟ بص يا صديقي، اول حاجه مثلا اللي هي النماذج الذكاء الاصطناعي اللي هي اللارج لانجوج موديل بتعتمد بشكل اساسي على الرامات. كل ما الرامات بتاعتك بتكون عاليه كل ما يكون افضل. وعندك الحد الادنى من الرامات اللي انا انصحك بيه عشان تقدر تاخد اداء مستقر واداء جيد وسريع، فهو الرامات 16 جيجا. لو انت عندك حجم 16 جيجا فانت كده في السليم يا معلم، تقدر ان انت تحمل النموذج ده وتستخدمه عندك براحتك من بدايه مليار بارامتر او 1 مليار بارامتر لحد عندك 16 مليار بارامتر او 12 مليار بارامتر. تقدر تشتغل عندك او يعني يقدر يشتغل عندك عادي جدا بدون مشاكل. وطبعا انت عارف كل ما البارامترات او عدد البارامترات بتقل كل ما طبعا بتاخد اداء متواضع جدا، وممكن نقول ان هو يكون مخصص اكتر في حاجه محدده انت محتاجها. يعني انت مثلا محتاج نموذج فقط للبرمجه، فانت ممكن تحمل عندك مثلا نقول يعني نموذج او يعني اداء ذكاء اصطناعي او نموذج ذكاء اصطناعي مخصص للبرمجه ولا شيء اخر. فممكن يكون عندك من بدايه مثلا نقول حوالي 12 مليون بارامتر، فهيشتغل عندك على رامات 16 جيجا بشكل جيد ومعقول. طيب لو انت مثلا عايز اداء اكبر واحسن واسرع كمان، فانت تقدر تستخدم عندك يا سيدي من بدايه 20 لحد 30. تمام. وده لو انت عندك رامات 32 جيجا فالموضوع بالنسبه لك هيكون تمام. لو انت عندك رامات اعلى يعني 64 وحاجات من دي طبعا هيكون افضل بكتير جدا، بس مع الاسعار الجنونيه الخاصه بالرامات في الوقت الحالي فانت بتحلم فخليك في 16 او 32. انا عندي 32 جيجا بقدر استخدم عندي ال 30 مليار بارامتر وال 40 مليار بارامتر بشكل جيد، ولا سريع ولا بطيء، بس بقدر احصل منه على اجابه كويسه. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه، ازاي تقدر تعرف النموذج اللي انت هتستخدمه ده يعني بيشتغل على المواصفات بتاعتك ولا لا؟ ممكن تقدر تستعين بالذكاء الاصطناعي. عندك شات جي بي تي، بريبلكستي، جيميناي. تقدر ان انت تقول له او تخش عندك على اي نموذج من دول تقول لي يا عم الحاج دي مواصفات جهازي البروسيسور والرامات وكل حاجه، وانا حابب اعرف والله هل النموذج ده اقدر ان انا اشغله عندي على الجهاز بمواصفات التشغيل دي ولا لا. لو قال لك اه خلاص، لان كده كده اصلا هو بيبحث عن مواصفات التشغيل دي. لو قال لك اه ينفع، خلاص كده الموضوع انتهى، انت تقدر ان انت تحمله عندك بكل مشاكل يعني بدون اي مشاكل. لو قال لك لا فانت مش هتعرف ان انت تحمله عندك. فانا بختصر عليك الوقت، لان انا عارف ان الانترنت في الوطن العربي بعافيه حبتين، وبالذات يعني بالذات في مصر ان انت اساسا ما بتعرفش تفتح اساسا النت غير لما يقول لك انت استهلك 50%، حتى لو انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. فانا عارف ان انت مش هتضحي وتحمل نموذج وبعد كده تكتشف ان هو مش هيشتغل عندك او مش بيشتغل عندك، كون ان انت بالفعل استهلكت الجيجات بتاعتك. هي حاجه عبثيه، انا عارف، في مصر والله انا عارف هي حاجه عبثيه جدا، بس انا بقول لك الخلاصه يعني ان انت تقدر تستعين بالذكاء الاصطناعي اذا كان بريبلكستي، شات جي بي تي، جيميناي. تقول له مثلا ده النموذج اللي انا استخدمه ودي مواصفات جهازي، هل النموذج ده يشتغل عندي بشكل جيد ولا لا. وطبعا لازم تحدد النموذج ده هو عدد البارامترات اللي انت محتاجها ايه. يعني مثلا في نموذج ده بينزل معاه عده اوزان، يعني كمثال افتراضا عندك مثلا من بدايه مليار بارامتر لحد مثلا 30 مليار، وعندك 480 مليار، فانت تشوف اللي انت عايزه ايه. فانت تقول يا سيدي انا مثلا هاخد عندي ال 12 مليار، هل ده يشتغل عندي؟ هيقول لك اه يشتغل عندك وهيكون كويس، خلاص تحمله. مش يشتغل عندك فتريح نفسك تنزل لحاجه اقل شويه، 6 مليار مثلا، 8 مليار كده، عشان تقدر ده لو هو متوفر اصلا على النموذج ده الاوزان المختلفه دي. تمام. طيب ده كان الفيديو، اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم. انا عارف ان هو فيديو سريع ومختلف وطالع كده كفيديو طويل، بس حبيت ان انا ارد على النقطه دي لانها بالفعل كانت دايما بتجيلي بشكل مستمر على التعليقات، واتمنى ما اكونش طولت عليكم يعني. واشوفكم على خير بقى باذن الله فيديو جديد. مع السلامه.